ومن فروج واحد بس رح نعمل كمية وفيرة لأشهى وأطيب أكلة بتتقدم بالعزايم وبتتقدم بأي وقت على سفرنا، كتير طيبة وكتير بتشهي. رولات المسخن مقرمشة والطعمة من جوا ولا أطيب. ولا نعرف كيف بتتحضر خلونا سوا نتابع الفيديو. بمقلايتنا وطنجرتنا بدنا نحط حوالي كيلين بصل، بدنا نضيف عليهم كمية وفيرة كتير من زيت الزيتون، ملح وسبع بهارات ورشة قرفة، وبدنا نقلبهم لحتى يدبلوا معنا ويستوي البصل. ليصل معنا البصل لهاللون والشكل. طبعا بدنا نكون سلقنا دجاجة وحاطين بسلق الدجاج مطيبات ومفصصين الجلد عنا ومنسرينها مثل ما لكم شايفين. منحطها فوق البصل ومنقلبها شوي. طبعا بدنا نحط كمية كبيرة من السماق. منقلب السماق والدجاج مع زيت الزيتون والبصل لياخد الطعمة، ومنطفي تحتهم النار ومنرفعهم على جنب. منكون محضرين خبز الصاج ومقسمينه لمثلثات. أنا ما عندي خبز صاج، استعملت الخبز اللي بيستعملوه للبوريك. منحط كمية من المسخن ومنلف الخبز على شكل رولات ومنحطه بصينية مدهونة زيت، صينية الفرن. بقوم ندهن بعدين رولات المسخن بالزيت تبع المسخن اللي زاد معنا أو زيت زيتون نضيف، ومنرش عليهم سماق ومندخلهم فرن محمر من الطرفين لحتى يتحمروا معنا من فوق ومن تحت. وهيك وصفتنا جاهزة وبتمنى تكون عجبتكم.